السلام عليكم، إيه الأخبار يا شباب؟ النهارده حابب أتكلم عن نقطة بسيطة ألا وهي الفرق بين الجيوغرافيك يوزر انترفيس والكوماند لاين. تعال ناخد كل واحدة على حدة ونفهم كل واحدة بتتكلم عن إيه. لو جينا مثلا للجيوغرافيك يوزر انترفيس أو باختصار الجي يو أي، فدي من خلالها عبارة عن الواجهة المستخدم اللي قدامك دي. يعني مثلا وأنا فاتح البي سي بتاعي دلوقتي، فدي بالنسبة لي هي الواجهة بتاعتي الخاصة بيا، واللي من خلالها أقدر أنفذ مجموعة من الأوامر. زي مثلا أنا ممكن أفتح أي بارتيشن هنا واعمل كرييت لاي ملف. تمام. فبالتالي دي كلها عباره عن اوامر، وغيرهم طبعا من الاوامر. غيرهم ممكن مثلا امسح الملف ده وهكذا. تمام. فبالتالي دي الجي يو اي، وميزتها ان هي يوزر فريندلي. يعني ايه؟ يعني سهل التعامل معاها، مش محتاج ان انت يكون عندك خلفيه برمجيه اصلا عشان تقدر تتعامل معاها، لان هي مخصصه لليوزرز العاديين عشان يقدروا يتعاملوا معاها بسهوله. تمام. تاني حاجه معانا وهي الكوماند لاين. يعني مثلا لو انا جيت هنا وبحثت عن سي ام دي او كوماند لاين، تمام، هيطلع لي النافذه دي، ودي من خلالها برضو اقدر انفذ نفس الاوامر اللي انا بنفذها كجي او اي، ولكن في اوامر زياده ممكن استخدمها برضو مع الكوماند لاين. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ اقدر اقول لك ان الفرق ما بينهم هو حاجه بس، ان انا اقدر هنا عشان انفذ الاوامر دي في الجي يو اي كنت بعمل كليك بتعامل بالماوس عادي، اما هنا لا، انا بتعامل بواسطه الاوامر. يعني ايه؟ يعني بضطر ان انا اكتب كل حاجه هنا بايدي، وطبعا الموضوع ده هيكون اصعب بالمقارنه بالجي يو اي. طب هتقول لي طب ليه استخدم اصلا الكوماند لاين؟ طب ما نتعامل مع الجي يو اي وخلاص. اقول لك لان احنا باختصار محتاجين نتعامل مع جيت، واللي من خلالها لازم هتحتاج بالكوماند لاين. عشان كده لازم تبقى في شويه بيزكس عندك، عشان تبقى انت بس، هي مش حاجه مطلوبه قوي، بس يكون انت بس فاهم او اتعاملت مع الكوماند لاين عشان يبقى ايدك كده واخده على الكوماند لاين تعرف تتعامل معاه. تمام. حلو. يبقى ناخد الكوماند لاين كده واحده واحده ونبدا نفهمه، وهتلاقي ان الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. تمام. هنيجي هنا في اول حاجه، وهو عباره عن المسار ده. تمام. واقدر اقول لك ان المسار ده هو بيعبر عن الملف اللي مفتوح حاليا. يعني مثلا لو جينا مشينا هنا تبع المسار ده، هيقول لك انت بتروح على السي واليوزرز والديل. فهنيجي هنا، تمام، ونروح على اليوزرز ونروح على الديل. فهتيجي نبص، فاحنا كده يا شباب احنا حاليا موجودين في المسار اللي مفتوح في الكوماند لاين. تمام. طب لو انا حبيت مثلا اعرض الحاجات اللي موجوده، يعني دلوقتي انا شايفها كجي او اي، انا حبيت اعرضها هنا، اعرضها ازاي؟ قال لك هتستخدم امر بسيط جدا وهو دايركت. تمام. واللي من خلاله هيعمل لك لسته بالحاجات اللي موجوده في الفولدر ده. يعني لو جينا نبص هنا هتلاقي عندك الاندرويد، انت جرافيتي، كاش، وهكذا. هتلاقي برضو نفس الفايلات موجوده هنا. تمام. نيجي هنا بقى، لو انا حبيت مثلا انفذ امر وليكن ان انا عايز ادخل على ملف الكاش ده. حلو. فهيجي هنا قال لك ان انت عندك امر بسيط جدا وهو سي دي، او اختصار لتشينج دايركتوري، واللي من خلاله اقدر ادخل على اي ملف عن طريق ان انا اديله الاسم بتاعه. لو جيت هنا قلت لك دوت كاش، اديتك نفس الاسم اللي موجود هنا مثلا. حلو. وضغطت انتر. سوري معلش، اديت اتش غلط، اديت انتر. فبالتالي على طول دخلنا على مين؟ على الملف كاش. فاجي لو دخلت هنا على الكاش مثلا، حلو، فهو موجود عباره عن فايلين. طب عشان اتاكد اقول له مثلا اعمل لي لسته بالحاجه اللي موجوده، فاقول له دايركت. فبالتالي عرض لي قال لي انت ما عندكش غير ملفين بس، وهو الفاير بيز وتولينج. تمام. طيب كويس جدا. طيب تعالى بقى ايه نتكلم اكتر وتفاصيل عن التشينج دايركتوري. لو جيت هنا مثلا حبيت ارجع خطوه لورا، فممكن اقول له تشينج دايركتوري وادي له دوت دوت، فيرجعني خطوه لورا. تمام. حلو. هاجي هنا مثلا دلوقتي نتكلم عن حته التشينج دايركتوري. لو جيت تلاحظ انا هنا قلت له ايه؟ الامر هنا وليكن فين؟ كان موجود هنا اهو. لو جيت تلاحظ هنا انا هنا قلت له ايه؟ تشينج دايركتوري، واديته اسم الملف. هل انا اصلا في الطبيعي بديله اسم الملف؟ يعني انا مثلا لو انا راجع لورا وليكن ان انا في الدل، تمام، يعني لو رجعنا هنا مثلا قلت له سيبي ارجع لي خطوتين لورا او خطوه قصدي لورا، تمام، هتلاقي ان انا في الدل. لو قلت له دايركت هنا هتلاقي عرض لي ايه؟ ثلاث ملفات او ملفين موجودين اهم، هو ديل وبابليك. لو انا جيت هنا برضو نفذت نفس الفكره وقلت له هنا تشينج دايركتوري للكاش، طب ما انا اديته نفس الاسم، عدلته كده، هيقول لك لا، ان المسار هنا غلط. نفهم هنا ان التشينج دايركتوري تاخد المسار اللي موجود في الملف. وهنا تيجي تبص، لو انا حبيت هنا بقى في الحاله دي اروح للملف الكاش،
فانا محتاج ان انا اخد المسار كده، اروح مثلا على ملف الكاش وليكن، واخد اعمل كوبي للمسار ده، واعمل هنا اقول له تشينج دايركتوري وادي له المسار ده، فبالتالي هيودينا على الكاش، مفيش فيها اي مشكله. حتى لو جيت اعمل دايركت يعرض لي على الملف ده. طيب تعال نفهم بقى إيه اللي حصل. انا في الحاله الاولانيه انا كنت اصلا واقف في الملف اللي من مكوناته ملف الكاش، حلو؟ فبالتالي اديت له الملف او اديت له المكان على طول دايركت، تمام. الحاله الثانيه ان انا مش واقف اصلا على ملف الكاش، انا واقف في ملفات تانية والملف الكاش ده مش من ضمنهم. حلو. طيب تعالى نفهم الموضوع ببساطه عشان ما يبقاش فيه تعقيد. ببساطه ان انا اقدر اقول لك ان انت عندك نوعين من الباص، في الريلاتيف باص والابسوليوت باص. طيب ايه الفرق ما بين الريلاتيف باص؟ هو بيوصف لك مكان الفايل اللي انا عايز اروح مثلا مكان الفايل كذا بس من مكاني. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا كنت موجود فين؟ انا كنت موجود هنا، ولكن كنت موجود في الدل، تمام. حلو. انا مجرد اديت له ايه؟ اديت له مسار، سواء اديته له كده، لو جيت تلاحظ انا قلت له عباره عن ايه؟ انا عايز اروح الكاش على طول، اديت له دوت، جيت هنا قلت له انا عايز ايه؟ انا دلوقتي في الكاش، قلت له تشينج دايركتوري مثلا دوت دوت، معلش مسافه. حلو. فدلوقتي انا في الدل، انا عايز دلوقتي مثلا عايز اروح الملف اللي جوه ايه؟ الكاش، مش عايز اروح الكاش على طول. هتقول لي بسيط، اقوم جاي هنا اقوم مديله المسار بتاعي، واقول له تشينج دايركتوري، اقول له ايه؟ دوت كاش، اقول له كاش. حلو. وادي له باك سلاش، وادي له الملف اللي انا عايز اروح له وهو الفاير بيز، تمام. فبالتالي هيودينا على الفاير بيز ومفيش فيه اي مشكله. طيب اللي انا اديته له ده هو عباره عن حاجه اسمها الريلاتيف باث، يعني اديت له المسار اللي انا عاوز اروحه بس من مكاني. اقدر اعملها بطريقه تانيه عن طريق ان انا جيت هنا مثلا قلت له تشينج دايركتوري ورجعت تاني. حلو. حلو. اقدر اعمل ايه؟ اروح له نفس الحركه اللي انا عملتها مع الكاش، اروح له عند الفاير بيز واخد اللينك بتاعه، تمام، واروح عند الكوماند لاين واقول له تشينج دايركتوري واديني عند المسار ده، وبالتالي هيروح لنفس النتيجه. بس هنا عمل ايه؟ انا وصفت له المسار كامل من اول البارتيشن اللي هو السي لحد الفايل اللي انا عايز اروح له، وده اسمه الابسوليوت باص، تمام. طب تعالوا نخرج بره البارتيشن ده عشان ده البارتيشن بتاع الويندوز، ونروح بارتيشن تاني عشان ننفذ عمليه. انا قلت لك انت بترجع خطوه عن طريق امر اسمه تشينج دايركتوري وبتدي له دوت دوت. هتقول لي يا باشمهندس طب انا كل مره هرجع افرض انا فاتح ملفات كتيره، هقعد ارجع كده الموضوع ده هيبقى بايخ. اقول لك لا، اقول لك انت ممكن بامر بسيط جدا هو تشينج دايركتوري برضه، بس تدي له باك سلاش هيرجعك للروت على طول، تمام. حلو. واللي من خلاله تقدر تعمل سويتش ما بين اي بارتيشن انت عاوز تروحه. يعني مثلا انا عندي هنا بارتيشن سي فانا عايز اروحه مثلا، فعن طريق ان انا هكتب هنا قصدي بارتيشن الايه، فاكتب الايه واكتب له نقطتين جنب بعض، فبالتالي هيحولني على طول لبارتيشن الايه. لو جيت هنا قلت له دايركت عشان يعرض لي الملفات اللي موجوده، فيعرض لي كل بالفعل الملفات اللي موجوده، تمام. انا